ناس كتيرة زي ما قلت عن قصر السكاكيني باشا طلعوا قالوا يا جماعة الكلام ده كله كده. في ناس قالوا لا ده احنا ساكنين هناك وما بيحصلش الحاجات دي وده مجرد كلام واشاعات بتتقال، وفي ناس قالوا لا بيحصل حاجات زي دي. وفعلا القصر ده مسكون وبنشوفه وبنسمع، وخصوصا لما بنعدي من قدامه، والقصر فعلا بيلف حوالين نفسه وحصلت فيه حاجات غامضة ومرعبة، وبيسمعوا أصوات كتيرة وأصوات صريخ أو أصوات حد بيجري وحد بيجري وراه، وساعات بيسمعوا أصوات زي أصوات البارون، وساعات ناس بيقولوا إن إحنا بنشوف البارون في شباك أوضته بالملابس اللي هي في وقت زمانهم الملابس القديمة، وساعات بيقولوا بيشوفوا بنت البارون اللي أسفة بنت السكاكيني باشا، لانها محدش يعرف عنها حاجه وايه اللي جرالها جوه القصر، لان كانت حالهم مقفوله. وللعلم السكاكيني باشا هو شاب سوري جه هنا مصر، وكان بسبب ذكائه بقى من المقربين للخديوي اسماعيل، وطبعا ده طلعت في فيديو وقلت عنه كلام كتير. طيب في من ضمن الشهود واحدة عربية من إحدى الدول العربية قالت إن هي وأثناء زيارتها بمصر وهي معدية من قدام القصر وكانت راكبة في تاكسي، فبتقول لسواق التاكسي لحظة نظام القصر دوت وإن هو مهجور، بس لحظة حاجة غريبة، لحظة وهي على حسب كلامها وأنا شفت التعليق بتاعها بتقول إن هي شافت شباك منور وفي واحدة واقفة فيه. فطبعا هي طبعا كانت على مسافة بعيدة وكده، فبتسأل سواق التاكسي لان هي شايفة يعني ده قصر مهجور بس في اوضة منورة وفي واحدة واقفة فيه، فكان نوع من الاستغراب وكده، فبتسأله هو القصر ده مين اللي ساكن فيه؟ فرد عليها السواق باستغراب وقال لها القصر ده مفيش حد ساكن فيه. قالت له ازاي ده انا شايفه في حد؟ قال لها القصر ده مهجور، مهجور من سنين كتيره جدا ومفيش حد ساكن فيه. فبتقول انا استغربت جدا وما كنتش اعرف حاجه عن القصر دوت ولا القصص اللي بتحصل جواه، وهي كانت بتحسب يعني لا يعني هي شايفه فعلا، فهي استغربت السواق او قالت انه بيكذب عليا او اي حاجه او مش عايز يقول لي معلومات عن القصر ده. بس لما شافت فيديو بيحكي عن قصر السكاكيني باشا والرعب اللي الناس بتقول عليه، وفي ناس بتكذب وفي ناس بتقول فعلا ده بيحصل، هي قررت تقول ايه اللي كان بيحصل لها وشافته لما عدت بالتاكسي اثناء زيارتها لمصر، لما عدت من قدام قصر السكاكيني. طبعا حكايات مرعبة جدا احنا شفناها وسمعناها، وناس كتيرة قالوا فعلا حصل، ولما بنعدي القصر فعلا بيلف حوالين نفسه، مهما نعدي بتحس ان واجهة القصر بتلف معاه. يا جماعة للي ساكن هناك في منطقة الظاهر عند قصر السكاكيني سواء بتعدي عليه أو ساكن هناك، يا ريت تقول لنا علشان نرتاح، هو فعلا المعلومات الناس دي اللي بتقولها إن فعلا بيحصل حاجات وبيسمعوا حاجات أو بيشوفوا حاجات القصر ده، وساعات بيلاقوا الأوض منورة أو بيسمعوا أصوات من جوه، فلو بيشوفوا كده يا ريت يكتبولي، أما لو بيعدوا ما بيشوفوش حاجة برضه يكتبولي علشان نحسم الموضوع ونقفله تماما، ويبقى ممكن اشاعات طلعت عليه، بس انا اعرف ان اي مكان مهجور بيبقى مرتع للجن والعفاريت، ده معروف، وخصوصا ان في كميه كبيره جدا من التماثيل بتوصل 300 تمثال، وان هو مساحته كبيره جدا ومكان فاضي بقاله فتره، فده ممكن يكون فعلا الناس عندها حق في الموضوع ده. طبعا لا اجزم بشيء انا ما شفتوش، بس حكايات الناس انا بعرضها لكم. تابعوني في الحلقه اللي جايه.